السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات على أحلى أمارات. يا مرحب يا مرحب، كل عام وأنتم بخير. رجعنا لكم بعد أجازة العيد. أهلا وسهلا بكم، شرفوني ونوروني على صفحتي أصلي وعصري وعلى قناتي أصلي وعصري. على الصفحة نعمل متابعة وعلى القناة نعمل اشتراك ولايك للفيديو، وهنعمل مع بعض النهاردة يا حبيباتي الجميلات إن شاء الله هنعمل مع بعض الحجازية الإسكندراني بكل تكاتها وبكل تفاصيلها. هعرفك إزاي الطبقة بتاعت الحجازية ما تفصلش عن بعضها، وإزاي الحشو ما يكونش مفرول ويقع منها كده، وازاي الرسمة تفضل ثابتة عليها، وازاي تطلع معاك خفيفة مش مكتومة، وطريقة التسوية وطريقة العجن والمكونات بالظبط مليون المية. تابعوني هخرجك من الفيديو ان شاء الله أستاذة في الحجازية الإسكندراني. ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي هنا يا حبايبي كيلو من دقيق السميد او دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه على حسب ما بتسموه في بلادكم، وعندي كيلو من الدقيق، وطبعا نخله ده ونخله ده. وعندي المكونات اللي هحتاجها: كوبايه من السمن، حط عليها معلقتين كبار سمنه فلاحي، وكوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه سكر، ومعايا كوبايه ميه عاديه جدا من الحنفيه، احنا في الصيف لو في الشتاء هتدفيها، ومعايا ورقه بودر، ومعايا ورقه خميره فوريه، ومعايا فانيليا. جبت بوله كده. اول حاجه هنسمي الله كده ونعمل ايه. هنجيب الخميره بتاعتنا، هنحط معلقتين كده من السكر اللي احنا واخدينه من الكوبايه، مش هنجيب سكر من بره بقى، وهنحط عليه كوبايه الميه، وهنقلب كويس قوي قوي في بوله كده. وكده هنختبر الخميره بتاعتنا قبل ما نشتغل بيها، عشان الخميره بتاعتنا تبقى ايه، نتاكد ان هي شغاله وفعاله معانا في العجينه. مبدئيا لو انت واثقه في الخميره هتشتغلي بيها مفيش مشكله. انا ساعات بشتغل بيها لما بتكون طازه وانا يعني متعوده عليها وجايباها على طول. بختبرها، بسيبها بجنب كده على ما تختمر معايا، وبضيف الدقيق. جبت طبعا الدقيق بتاعي زي ما قلت لك، كل حاجه بتنخليها، احنا في الصيف فطبيعي كل حاجه انخليها، ما تسيبيش حاجه من غير ما تنخليها، كل حاجه تنزل بالمنخل. جبت الدقيق اللي هو العادي على الدقيق السميد. انا عامله كيلو من دقيق السميد وعامله كيلو من الدقيق. طبعا الكميه هتقولي لي كميه كبيره يا ام مالك. طبعا يا حبيبتي الكميه كبيره، انا عامله كميه كبيره لان ده هعمل صاج كبير اللي هو 40 في 60. انت بقى هسيب لك المقادير وهكتبها لك بنص الكميه بس، يعني ممكن تنصصي الكميه كمان مع نفسك. ماشي. احنا ضفنا الدقيق على بعضه قلبناه في بعضه كويس قوي، وجبت ورقه البودر ضفت منها معلقه صغيره مليانه، معلقه صغيره بس مليانه، وبقيه الباكو طبعا بقفله كويس قوي قوي وبشيله عشان استخدمه في حاجه تانية. استخدمه في اي حاجه تانية يعني اشتغل بيه. وبقلب كل المكونات في بعضها وتقليب كويس، وبجيب ذرة ملح طبعا عشان يوازن الطعم وعشان ده سنة. وبنتعامل بقى، يعني انا في طفل جنبية هنا متعمد، يعني متعمدني في المصيف بقى، والناس مالية الدنيا هنا حواليا، وطفل متعمدني عمال يصرخ جنبي في الصوت، انا اسفة على الصوت يعني. آه، جبت بقى هنا قلبت كل الحاجات في بعضها، ورحت نازله بالسمنه. السمنه بتاعه الكيلو السميد او كيلو الحجازيه اللي هعمله معلقه، يعني كوبايه مليانه من السمنه، وانا ضايفه عليها معلقتين كبار من السمنه الفلاحي، وكمان ضايفه كوبايه الا ربع من الزيت. زي ما قلت لك انا هعمل ايه، انا هكتب لك المقادير نص الكميه عشان انا عامله كميه كبيره عشان المصيف. كل سنه وانتم طيبين. وضفت باقي السكر بقى اللي متبقي في الكوبايه، ورحت بقى كانت هنا بقى قلبت كله في بعضه كويس قوي، وبسيت السمنه كويس قوي مع السكر في الدقيق لغايه ما شربتهم كويس قوي بالزيت طبعا كمان. ورحت نازله بقى في اخر حاجه بالايه، بالخميره بتاعتي. نزلت بالخميره بتاعتي وكانت يعني عملت زي الفوم كده، فكده معناها انها اشتغلت. ورحت بقى ايه قلبتها كويس قوي، لقيت العجينه معايا محتاجه ميه، ضفت كوبايه. الميه هنا مش بالمعيار عشان تكوني فاهمه، الميه مش بالمعيار، يعني ممكن تاخد كوبايتين معاكي، كوبايتين ونص زائد كوبايه الخميره مثلا. فالميه بنضيفها شويه بشويه، لقيتها برضو اتشربت بسرعه معايا الكوبايه التانية، فرحت حاطه نص كوبايه كمان. نص كوبايه كمان ظبطت معايا العجينه، لقيتها خلاص مش محتاجه معايا. هي اول الامر بتبقى سايله معاكي كده، بس بعد كده بتتشرب معاكي وتبقى حلوه. احنا هنا مش مطلوب ان احنا نعجن خالص يا امارات، العجن ده ما ينفعش عشان هتعمل عرق معانا. فاحنا بس بنشربها بالايه، بالسوائل بتاعتها وبالميه بتاعتها. هي مفيش سوائل، هي الميه والخميره اللي احنا ضفناها، لكن الزيت والسمنه احنا بسينهم كويس قوي قبل ما نضيف الخميره بتاعتنا. بتشتغلي فيها لغايه ما تلاقيها سابت ايدك كده،
الايد اللي بتبقى مشبطه سنه طبعا في الايد اللي انت بتعجني بيها، بس لو حطيتي ايدك اللي ما تعجنيش بيها مش هتلزق فيها. وبنختبر العجينه كده بنفردها، لو لقيتيها مش مفروله معاكي يبقى هي كده القوام بتاعها مظبوط وايه مش محتاجه ميه، لا هي كده تمام. لو لقيتها مفروله معاكي بقى هتديها سكه ميه كمان ايه برضه تلميها بيها لغايه ما تفردي العجينه معاكي تلاقيها يعني شغاله معاكي وماشيه وحلوه ومش مفروله معاكي. بنغطيها بقى بكيس وبفوطه وبنحطها على جنب كده لغايه ما تختمر معانا كويس. لو انت في الشتاء هتحطيها طبعا تولعي فرن البوتاجاز شويه وتطفيه وتحطها في فرن البوتاجاز هتختمر معاكي بسرعه. عندي بقى مكونات الحشو، هنعمل مكونات الحشو هنا. انا عندي كوبايتين كبار من السكر، انا مسرعه الفيديو بطريقه جامده قوي يعني. وعندي كوبايه بشر جوز هند، بتخلي بالك لو فيها اي حاجه تخرجيها. وعندي 4 معالق من الكاكاو، 4 معالق من القرفه. وعندي مكسرات، انا استكفيت بالفول السوداني، لو عندك مكسرات اي مكسرات مجروشه بتنزلي بيها عادي. وعندي طبعا فانيليا، ضفت معلقه بالصغيره فانيليا سايله. وعندي كمان المكون الجميل قوي بتاعنا اللي هو عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز ده بيبقى ايه يعني بستخدمه ليه؟ عشان بيخلي القوام بتاع الحشو بتاعي معايا يتماسك في بعضه، ما يبقاش مفرول في طبقة ال اللهم صل على سيدنا محمد. بنسى هاخد بقى ايه، هاخد معلقه كبيره كده من عسل الجلوكوز بتاعي. لو ما عندكيش عسل جلوكوز يبقى عسل او شربات من بتاع البسبوسه العادي ده، اللي هو التقيل بتاع الكنافه بقى، اللي هو التقيل. ناخد منه معلقه كويسه. ما عندكيش ده او ده خلاص ضيفي ميه بس، وبنفرك كله في بعضه كده، بنشربه في بعضه كويس قوي. وبعدين بجيب الميه عندي، بضيف معلقه من الميه، معلقه، بفضل افرك فيه كده، افرك فيه وادوب فيه لغايه ما شربه يبقى زي رمل البحر معايا، يتماسك ونفس الوقت يبقى ايه مفرول. وبختبره كده بمسكه الاقيه يتماسك معايا وفي نفس الوقت مفرول، يبقى كده تمام معايا. كانت العجينه معايا اختمرت، ما اخدتش معايا كتير، حوالي ساعه الا ربع كده، لان احنا في الحر جامد الايام دي. قسمتها نصين، خدت الجزء اللي بنعمل نصين، النص اكبر ونص ايه اقل شويه. اخدت الجزء اللي هو الأقل شوية، وحطيت ورقة من الزبدة أو ورقة الخبز على الصاج بتاعي زي ما قلت لكم قد إيه الصاج بتاعي عامل مقاسه بالظبط 40 في 60، يعني صاج كبير. وفردت بقى العجينة بالظبط على الصاج، ورحت سحباها كده بالورقة، ورقة الزبدة. أسهل طريقة. ممكن تعملي حتة بحتة وتقفليها ببعضها وتساوي. خليتها على جنب طبعا، اللي انا فردتها الاول بورقه الزبده بتاعتها كده، ورحت حاطه ورقه زبده تانية، ورحت حاطه باقي العجينه اللي هو كان الايه الجزء الاكبر، ليه اكبر؟ عشان ده اللي هيبقى في قعر الصاج، عشان ده هنعمل منه احرف. بتساوي بالظبط، ما تخليش حته فيها بقى ايه عاليه وحته تلاقيها رقيقه، لا تحاولي تساوي. ممكن تعملي بنشابه، على فكره الصاج واسع وكبير، بس انا العجينه بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، شغاله معايا وزي الفل. وعملت احرف كده من جناب الصاج عشان الحشو بتاعي ما يخرجش بره الصينيه او الصاج. وبعدين نزلت بقى معايا بالحشوه اهي، الحشوه زي ما انتم شايفين كده، الحشوه جميله قوي وطعمها تحفه. الحشوه لما بتحطي معلقتين الكاكاو، انا حاطه 4 معالق كاكاو على 4 معالق قرفه. القرفه في ناس مش مستحبه بالنسبه للناس، او بتكسري طعمها شويه بالكاكاو. وبعدين الكاكاو بيدي طعم شوكولاته في الاخر مع القرفه كده، مع الحشو، مع جوز الهند او بشر جوز الهند اللي احنا ضايفينه، مع المكسرات، مع عسل الجلوكوز، مع الفانيليا. فبيبقى يعني ميكس حلو قوي قوي في الحشو، بيدي طعم حلو قوي، بيدي بجد طعم حلو. انت بتعملي في بيتك يعني، فاعملي بقى حاجه يعني لاولادك بجد حلوه. فردتها فرده حلوه قوي قوي، وما طلعتش في الاطراف لان انا عامله احرف على اطراف الصاج. وبعدين جبت بقى شلت الطبقه اللي فوق بورقه الزبده كده، ورحت قلبها من الحرف الاولاني على الحرف الثاني كده لقدام بورقه الزبده زي ما هي، ومسويه بايديا كده، وتسحبي بايدك وتضغطي بالراحه، وتسحبي كده بالراحه على ورقه الزبده زي ما هي، وتساوي بيها زي ما هي. اسهل طريقه للفرد. مش هتعرفي تعملي الحركه دي، تبقى بقى قطعه بقطعه كده تفرديها وتروحي حاطاها جنب بعضها ومسويه لغايه ما بتخلصي الصاج او الصينيه اللي انت بتشتغلي بيها. انا عملتها زي ما انت شايفه، وبعدين بقفل كده باحرف الصاج باصابع ايديا، بضغط لتحت كده داير ما يدور في الصاج كله عشان اقفل على الحشو من جوه. عامله حرف طبعا في الطبقه التحتانيه، وبعدين حطيت الطبقه الفوقانيه ورحت ضغطه باصابع ايديا فقفلت في بعضها. التكه دي حلوه قوي، بتقفل ما تخليش الحشو يخرج في احرف الصاج ابدا، فعشان كده ما يحرقش معاكي ويفضل جوه الصينيه
متماسك وحلو. وجبت الشوكه بتاعتي بقى وبخطط الحجازيه الاسكندراني زي شكلها الطبيعي زي ما بنشتريها من الافران والمحلات بالظبط. بتاخدي بالطول كده لغايه ما تخلصي الصاج، وبعدين بناخد تاني بالعرض اهو بالشوكه بظهر الشوكه وبتضغطي بظهر الشوكه وبتضغطي. اخدت الشكل معايا. بعدين بجيب السكينه وبقطع سمبوكسات بقى بالسكينه بقى. المستحب تقطعي بالقطاعه، ما عندكش القطاعه هنشتغل بالسكينه عشان هي متواجده في كل بيت. فانا قطعت بالسكينه، بس هي القطاعه هتكون اسهل يعني. ورحت برضو من الزاويه واخده زاويه كده ومقطعه برضو بالعرض سمبوكسات، وبقطع بالطريقه دي. سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي افتكاسات، بسيطه جدا. بس تعرفي الطريقه والمقادير بالظبط هتطلع معاكي تحفه. وبنسيبها تستريح شويه، اكيد لازم نسيبها تستريح شويه قبل ما ندخلها الفرن. الفرن بتاعنا بيكون ساخن قبل ما ندخل فيه الصينيه بتاعتنا. طبعا اللي متابعني عارف الكلام ده عني، انا بشغل الفرن وانا بشتغل قبلها ب10 دقائق عشان اجهز الحاجه ادخلها على طول. عايزه اوريكي هنا بقى بعد ما استوت معايا لقيتها اخدت قعر من تحت، بدا القعر بتاعها يحمر من تحت، وكانت فوق احمرت من النص كده، ومن الاحرف لقيتها ايه، لقيتها يعني فاتحه. تعملي ايه بقى في الحكايه دي؟ تروحي ماسكه مولعه الشوايه بتاعتك ومهدياها، وتلفي بقى تلفي الصاج واحده واحده كده بالراحه لاخد لغايه ما تاخدي اللون معاكي. انا المروحه بتاعت الفرن واللمبه الاثنين بايظين، يعني المروحه كانت بتوزع الحراره فبتخليني ما بيولعش الشوايه خالص. بس في حاله ان المروحه بايظه فرحت مشغله الشوايه ورحت لفه الصاج واحده واحده، وانا قاعده كده بالفوطه بمسك الصاج بالفوطه وبخليه واحده واحده الفه سنه بسنه كده لغايه ما اخد اللون معايا بقى الاطراف زي القلب بتاعه. وطلعتها سبتها هدت شويه، لازم تسيبيها تهدى شويه يا حبيبه قلبي يا قمرايه انتي قبل ما تقطعيها، لانك لو قطعتيها وهي سخنه على طول هتفرول منك وتفرفط كده وهتنهاري منك. فاحنا لازم نسيبها تستريح شويه. طلعت لكم قطعه كده بالقطاعه، طبعا عدت عليها تقطيع تاني بعد ما بتخرجيها من الفرن، بتعيدي عليها تقطيع تاني. معلش انا مسرعه الفيديو لان الفيديو طويل قوي والوقت كبير عليكم، فانا بسرع على قد ما اقدر. بتعيدي عليها تقطيع بالقطاعه، ولقيت نفسي مقطعه قطع كبيره جدا، يعني الصاج القطع بتاعته كبيره جدا، فقطعتها تاني سمبوكسات تاني عشان اصغر القطع شويه. ورغم ذلك كبيره برده الكميه، بسم الله ما شاء الله. الصاج 40 في 60 ده عمل لي حوالي 5 كيلو من الحجازيه الاسكندراني، وقطع كبيره جدا ومتماسك معايا الحشو. عايزه اوريك الحشو قد ايه متماسك، مش عامل طبقتين، مش فاصل من الطبقه على الطبقه الثانيه، ولا مفرول في النص. متماسك جدا وماسك الطبقه بالطبقه الثانيه. دي ميزه عسل الجلوكوز اللي احنا حطيناه، والطعم بتاعه روعه قوي، والفانيليا. وشايفه الشكل بقى والرسمه بتاعه الحجازيه جميله جدا، والعجينه خفيفه كمان مش مكتومه. شرفوني ونوروني ليصلكم كل جديد، ويا رب كل حاجه بعملها تعجبكم. لايك وشير للفيديو.